ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي قناتي بتمنى منك انك تشتركي في القناه وتدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس على اشعار الكل عشان اول ما ينزل الفيديو يجيلك اشعار بيه. قبل ما نبدا في الفيديو تعملي لايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس والفيديو يتشاف. هعمل معاكم النهارده تورلي كده في خضار. مكوناته سهله وبسيطه، بتهيألي الحاجات دي كلها موجوده عندنا في كل بيت، يعني ممكن بعد الفيديو ما ينزل تعمليها وتقولي لي رايك فيها ايه. بص، هي حاجاتها بسيطه خالص. معايا هنا بطاطس، تمام. معايا كوسه، معايا بتنجان، طبعا كل ده مغسول ومتقطع مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفين ده. برضو معايا هنا جزر، معايا طماطم، معايا بصل كده مقطعاه. لا مش مقطعاه، اسفه، بصل صغير كده زي ما انتم شايفين كده. مقشره، ومعايا فلفل، معايا فلفل حامي بالشكل ده. المفروض ان هي عصير طماطم بس انا ما عنديش طماطم كده فطلعت كيس يعني من الفريزر. معايا توم، معلقتين كبار من الصلصه. البهارات بقى، بصي البهارات اللي نفسك فيها حطيها. انا هنا حاطه قرفه، حاطه جنزبيل، فلفل اسود، كزبره، كركم وكاري وبابريكا. بهار مشكل، 2 مكعب خضار، ورق لورا، حبهان، ملح. يعني بصي تشكيله حلوه قوي. هاخد بقى الحاجات دي كلها وتعالوا نشوف مع بعض كده على البوتاجاز هنعمل فيها ايه. في طاسه كده هحط فيها شويه من الزيت، طبعا هسيبه يسخن كويس، وبعد كده هنشوح مع بعض ايه الخضار. هنزل كده بالبصل، الحاجات اللي هي ايه بتاخد سوا غلط. كمان كده الجزر، البطاطس، مش هحط طبعا عليها اي بهارات، انا مجرد بس ان انا ايه هتبل الخضار عشان ما ياخدش مني تسويه كتير في الفرن. اشوح فيه كويس قوي بقى. هتبل بقى الخضار ده كده شويه، وكده لسه احنا ما حطيناش الطماطم لسه، الفلفل لسه، الكوسه لسه، البتنجان. بس الحاجات دي ما بتاخدش سوا كتير زي البطاطس والجزر والبصل. فانا هشوح بقى فيهم تشويحه حلوه كده عشان ايه الفيديو ما يطولش عليك. بصوا كده في طاسه على النار في حله اوسفه هحط ايه شويه كده من الزيت واعمل ايه الصلصه بتاعتها. ده كله انا لسه ايه بقلب في الجزر والبطاطس والبصل. هنزل عليه هنا كده بالثوم، اشوح فيه شويه.
بصوا كده الطوميه كده اتحمرت، هنزل عليها بقى ايه معلقتين كده كبار من صلصه الطماطم. هحط معاها ايه الطماطم، واحط كل البهارات ايه اللي انا قلت لكم عليها. هسيبهم بقى ياخدوا كده الطماطم دي ايه تفك براحتها، وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى ايه البطاطس كده اتشوحت كويس هي والجزر والبصل، هنزل عليهم بقى ايه بقيه الخضار. هحط الكوسه والبتنجان، وكمان كده الفلفل يتشوح معاهم، وفي اخر حاجه هسيبها ايه الطماطم. لو حابه تحطي فلفل حامي زي كده برضو ايه، حابه تقطعيه تقطعيه، بس انا مش عايزه ايه بنشطشط، انا بس مجرد ما عايزه ايه النكهه بتاعت عندك بسله حابه تحطيه، عندك فاصوليا حابه تحطيه، بروكلي، لو حابه برضه تحطي معاها مشروم قطعي وحطي. تمام، ده الكلام ده لو صيامه. حابه تعمليها فطاري بقى ممكن تعملي بنفس الخطوات دي. ولو عندك كفته مثلا حمريها شويه في زيت وحطيها في الاخر، هتدي برضو طعم ايه حلو مع مع الاكل ده. هديها تشويحه برضو كويسه قوي كده معاهم عشان الخضار كله ايه. كده الخضار كله اتشوح زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجه بقى هنزل عليها ايه كده الطماطم، مكعبات من الطماطم، ومش هقلب فيها كتير اكتر من كده عشان ايه الخضار ما يتحرقش. هديها تشويحه بس كده على الماشي. بصوا كده انا بقلب ايه من تحت لفوق عشان ايه الخضار ما يتهريش برضو بالسباتيولا، برضو ايه مش بتهري قوي يعني. تمام، هطفي عليها بقى عقبال ما الصلصه تخلص، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. بصوا كده بنات، أنا هنا هستخدم اللي هو الفخار. سخنت الفرن من فوق وتحت وحطيته شويه فيه، وبعد كده بقى هنزل عليه بقى بالخضار. كده بالشكل ده. تمام، هنزل عليه بقى بالصلصه بعد ما خلصتها. بالشكل ده كده هدخلها الفرن بقى لمده ساعه الا ربع، نص ساعه. هحط عليها ايه بس الاول ورق الفويل، واسيبها كده بقى لغايه ما تتسبك كويس مع بعض. وبعد كده هشيل الفويل من عليها، تمام، واسيبها تاخد وش بقى ايه من فوق كده تحمر وشها. ان شاء الله لما تخرج هوريها لكم بالشكل دوت.
ورجعت لكم تاني يا بنات كده بعد ما الطاجن خلاص طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده، بس هو لسه سخن. شايفين بقى الفقفقه والحاجات الشغل العالي ده بالشكل ده. عايزه اوريكم بقى الخضار اللي فيه. تمام، كل حاجه مستويه، ومش عايزه اقول لكم بقى الريحه واوصف لكم ريحتها عامله ازاي. احلى طاجن خضار ممكن تاكليه في حياتك بالشكل الحلو ده. وكمان عملت جنبها الرز بشعريه اهوت. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك 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 يا جماعه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.